صباح الخير يا إسراء، يا رب تكوني بخير. طبعا أنا شاكر لمتابعتك للفيلم والأحداث عندنا. وطبعا ده لدورك المنوط بيه لأنك بتغطي الفيلم، فأنا بشكرك جدا جدا على ده. وربنا يوفقنا جميعا ويكلل تعبك معانا كمتحدث إعلامي عن الفيلم، ويكلل تعبنا كصناع للفيلم. بس للأسف الشديد احنا توقفنا عن التصوير بقالنا كذا يوم. ده طبعا بسبب إصابة مدام هند عاكف، لأنه كنا بنصور مشهد. اعذرني طبعا لأن أنا في الشارع يعني، بس حبيت إن أنا أرد على متابعتك الجميلة ديت. احنا كنا بنصور مشهد صعب جدا، يخص الأحداث مصر سين، مشهد فيه أكشن. فطبعا مدام هند يعني ست جميلة ومحترمة جدا، هي ما رضتش إن هي تقتني أثناء تصوير المشهد. يعني المشهد كان صعب جدا. الست وقعت على رجليها واتجزعت، وعايز اقول لك ان رجليها، يعني انا اتفاجئت اول ما قلت كات. والله يا اسراء لقيت رجليها محمرة، وارمة جدا. رحنا المستشفى يعني هي متصابة دلوقتي طبعا على اثر التصوير اللي حصل. آه، فأنا منتظر كده ربنا يشفيها ويكلل مجهودها على خير وتقوم بالسلامة، ونعود تاني لاكتمال التصوير بإذن الله. دعواتك معانا و... وأنا للأسف مش هقدر أعود للتصوير الأخير إلا يعني لما اطمئن على صحة مدام هند بإذن الله تعالى. شكرا لمتابعتك و... والحين استكمال التصوير إن شاء الله هنتابع مع بعض بإذن الله. بس الأول نطمئن على سلامة مدام هند عاكف. صباحك كله فل وخير يا حبيبتي، شكرا ليكي.